السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة البانيه بطريقة سهلة جدا فيها السمسم وحبة البركة. لو انت لسه صاحية من النوم ومش عارفة تعملي أكل ايه، قومي اعملي لهم وجبة كده كاملة متكاملة، بروتين مع حديد. أنا بعمل مع البانيه جرجير علشان انا عندي الولاد بيحبوه بالسندوتشات. بصوا، انك تمسكي حته الجرجير، حته البانيه بالشكل ده، وتحطي عليها حبه من الجرجير كده، وتعملي سندوتشات وتاكلي ولادك. على فكره في محلات بتبيع اساسا السندوتشات دي جاهزه كده، بانيه بالجرجير. يا رب ان شاء الله الوصفه النهارده تعجبكم. لو عجبتكم ادعموني بلايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. تعالوا نشوف عملنا البانيه الحلو الجميل ده ازاي. عندي هنا خلاص حطيت البيض على البانيه. هعمل بقى التتبيله معاكم اللي احنا بنعمل بيها الكفر الخارجي بتاع البانيه. عندي هنا البقسماط، بحب قوي اجيبه من الفرنه، بيبقوا حاطين فيه بقى حبه البركه، يعني بيفرموا البقسماط بحبه البركه والسمسم اللي موجود فيه، فبيبقى بجد مفيد قوي للاطفال.